علمونا ان المركب اللي ليها رئيسين تغرق، بس محدش نبهنا ان حياتنا ما فيهاش مركب واحد. حياتنا فيها مراكب كتير بعدد الناس اللي احنا بنتعامل معاهم، مع الزوج، مع الابن، مع الاب، مع الام، مع الناس اللي حوالينا في الشغل. كل شخص بتتعامل معاه في حياتك اكنك بينك وبينه مركب وانتوا قاعدين فيه مع بعض. مرة هتكون الرئيس ومرة هيكون هو الرئيس، على حسب خبرة كل واحد في المشكلة اللي هتواجهكم وانتوا ماشيين في المركب ده عشان توصلوا لهدفكم. طب تعالوا نضرب امثله كده. في ايام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان معدي كده ولقى الصحابه قاعدين بيعملوا شجر النخيل بيلقحوه، فقال لهم انتوا بتعملوا ايه؟ راح قالوا له احنا كنا بنعمل في ايام الجاهليه التلقيح بالشكل ده. فراح قال لهم لا، ممكن لو كنتوا تركتوه يبقى افضل. ففعلا ما عملوش اللي بيعملوه ديت وسابوا شجر النخيل زي ما هو على الشجر. شويتين وشجر النخيل صابته آفة وباظ النخيل وما طلعش ثمار في الوقت ده. فراح رايحين لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فراح قال لهم اي حاجة امركم بيها في امور الدين فهو وحي من الله فتاخدوا بيه، انما لو قلت لكم حاجة في امور الدنيا فانتوا اعلم بامور دينكم وانما انا بشر. يعني كنت بقول لكم وجهة نظري. اذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو النبي اللي علمنا كل امور الدين وكل الامور في الحياة، في حاجات لا قال لهم انتوا اعلم بامور الدنيا منها، فانا ما اعرفش فيها. ليه؟ لانه ما فيش مش خبره في كل الحاجات الموجوده في الدنيا. امور الدنيا كتيره جدا. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان واضح معاهم، اي حاجه في امور الدنيا كل واحد وخبرته في المجال ده يبقى هو اللي هيبقى الرئيس في الوقت ده. طب تعالوا كمان نشوف مثال تاني. احد الصحابه بيقول انا كان عمري ساعتها 7 سنين لما كنت وسط مجموعه من الصحابه وكنا عايزين نختار مين اللي هيصلي إمام، فراحوا طلعوه هو يصلي إمام بناء على إن النبي صلى الله عليه وسلم راح قال الإمام هو أكتر واحد فيكم حافظ للقرآن. إيه ده؟ رغم إن هو طفل 7 سنين لكن يطلع إمام؟ لأن هو كان أكتر واحد حافظ للقرآن، يبقى هو عارف يصلي وعارف يقرأ قرآن كويس وحافظ للقرآن أكتر من الموجودين. فإذا في الوقت ده هو اللي هيكون إمام، هو اللي هيكون الرئيس بس في الوقت ده. إذا وأنا في حياتي كده مع الشخص أشوف المشكلة اللي مواجهانا دي مين فينا أكتر خبرة، يبقى هو ساعتها اللي هيكون الرئيس، مرة أنا ومرة هو. بصوا يا جماعة، احنا مش عايزين نحمل نفسنا أكتر من طاقتنا. طول ما أنا في الحياة أخد بالي إن مش كل حاجة أعرفها ومش كل حاجة لازم أنا اللي أسدد الهدف، ولكن كوني إن أنا شاركت في إن بدور فعال في إن أنا أوصل مع الشخص اللي معايا للهدف، فده نجاح في حد ذاته. هونوا على نفسكم، ومش عايزين في العلاقات على طول في مشاكل عشان كل واحد فاكر إن هو بس اللي بيفكر وإن هو بس اللي بيفهم وعايز يخلي التاني يسمع كلامه بس. أبدا، ربنا خلقنا في الحياة مختلفين عن بعض عشان نكمل بعض، عشان نريح بعض، عشان نوصل للهدف مع بعض وننجح مع بعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.